علمت أخبار المغرب بأن تمام دبيان الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد أدلت أمس حوالي 10:10 بالتوقيت الفرنسي بشهادتها الكاملة بخصوص ما شاهدته ليلة الواقعة التي تم على إثرها اعتقال سعد لمجرد. وحسب مصدر موثوق لام أخبار المغرب فإن قاضي التحقيق وجه للشاهدة التي تعمل كمنظفة غرفة في فندق ماريون شانزليزيه العديد من الأسئلة العادية والتي يتم طرحها بشكل دائم وبالتحديد عن اسمها وسنها وعملها، وخاصة عن معرفتها بالماتهم في قضية سعد لمجرد والذي نفت معرفتها به أو مشاهدته له قبل اعتقاله، نافية في الوقت ذاتها معرفتها بالفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم الفنان المغربي. وأضاف المصدر ذاته بأن الشاهدة قالت لقاضي التحقيق بأنها كانت تسير في ممر الطابق الثالث خلال قيامها بعملها، وشاهدت فتاة تصرخ بأعلى صوتها "أنقذني" أذكر، وتركض في اتجاهها لتخبرها وهي في حالة غير طبيعية بأنها تعرضت للتعنيف والاغتصاب، ما جعلها أي عاملة النظافة تقوم بإدخال الفتاة إلى إحدى الغرف، ثم ربطت الاتصال بالاستقبال الخاص بالفندق والذي أرسل بدوره الأمن الخاص لمعرفة ما يحصل. وأوضح ذات المصدر بأن الشاهدة قالت في إجابتها على أسئلة قاضي التحقيق بأن الفتاة لورا بريول كانت ترتدي قميص نوم مكون من قطعتين وشعرها غير مرطب وعليها ثارة عنيفا، مضيفة في الوقت ذاتها بأن الشخص أي سعد لمجرد الذي اتهمته الفتاة بتعنيفها واغتصابها لم يغادر الغرفة التي كان بها غرفة 323 إلا بعد أن وصلت الشرطة الفرنسية التي قامت باعتقاله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة